السلام عليكم يا أساطير، عدت لكم في مقطع جديد سنتعرف فيه عن اليوم الرسمي والمؤكد 100% لنزول اي فوتبول 2026 أو بيس 2026. وأيضا يا شباب سنتعرف عن حقيقة تعاقد كونامي مع نادي ريال مدريد الإسباني. أخيرا ورسميا تم تأكيد موعد نزول اي فوتبول 2026. كما ترون يا أساطير، الموعد الرسمي والمؤكد 100% سيكون إن شاء الله يوم 14 من شهر 8، أي تبقى شهر فقط يا شباب. هذه المرة النسخة الجديدة من اي فوتبول ستنزل معنا مبكرا يا أساطير، شهر 8 يوم 14 منتصف شهر 8 رسميا تم التأكيد. وبالنسبة للموسم الأول سينزل معنا يوم 28 من شهر 8. يوم 14 من شهر 8 سينزل معنا التحديث الكبير الخاص بإي فوتبول 2026، وعندها يا شباب سننتظر 10 أيام وسينزل معنا رسميا الموسم الأول الخاص بإي فوتبول 2026. تم التأكيد يا شباب، هذا هو موعد نزول إي فوتبول 2026 الرسمي والمؤكد 100%. ويوم 21 من هذا الشهر في دولة اليابان المقر الرئيسي لكونامي. تبقى فقط أسبوعان يا شباب، سيكون هناك فيستيفال كبير جدا كونامي ستعلن فيه عن مجموعة كبيرة جدا من الإضافات وأيضا التعاقدات وكذلك التغييرات التي ستأتي مع إي فوتبول 2026 وبنسبة كبيرة جدا يا شباب. كما تم التسريب، كونامي يوم 21 من هذا الشهر ستعلن عن مجموعة كبيرة من التعاقدات مع أندية وأيضا مع منتخبات وأيضا ممكن مع دوريات كبيرة. ومن بين هذه الفرق التي ستعلن كونامي التعاقد معها هناك نادي يوفنتوس الإيطالي وأيضا نادي دورتموند الألماني يا شباب، وبنسبة كبيرة جدا أيضا نادي ريال مدريد الإسباني. هناك تسريبات قوية جدا تقول بأن كونامي ستعلن تعاقدها مع نادي ريال مدريد الإسباني قريبا يا شباب يوم 21 من هذا الشهر. وأيضا هناك مجموعة من الأندية الأخرى. الأهم يا أساطير أنه يوم 21 من هذا الشهر سيكون يوم كبير جدا لدى كونامي وكذلك يوم مهم جدا، لأن كونامي ستعلن عن إضافات كبيرة جدا وأيضا تعاقدات كبيرة جدا. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية المقطع. لا تنسوا الاشتراك في القناة وضغط على زر الإعجاب. بالتوفيق يا أساطير.